السلام عليكم اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معايا في يوميات بشرى ياسمين. كنتمنى انكم تكونوا بخير وبصحه جيده وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم غادي ندير معكم الملوي كيجي مرق البنات، غزال رائع بطريقه جد سهله، بلا تماره وبلا دليك وبلا قوه، يعني دلك ودلك وعاود وعاود. هنا جبت لكم طريقه بسيطه: نص كيلو ديال الدقيق الابيض مع ربعه ديال الدقيق القمح الصلب يعني الفينو، معلقه ديال السكر تقدروا تعوضوها بمعلقه ديال العسل، خميره ديال الحلويات كيوزن 7 حتى 8 ديال الغرام، والملحه كذلك واحد المعلقه صغيره. غادي نخلط هاد المكونات بالماء اللي يكون دافي لان الجو شويه مازال بارد. الا كان الجو سخون فقط كديروا الماء ديال الصنبور. صافي هنا غادي نجمع هاد العجينه هادي هكذا كيف ما كتشوفوا. كنتحصلوا على واحد العجين اللي كيكون متماسك البنات، ما يكونش جاري مطلوق وما يكونش عاوتاني قاصح بزاف. صافي غادي ندير لها واحد الدليكه خفيفه كيف ما كتشوفوا، وغادي نديرها في واحد البلاستيك اللي غذائي ونخليها تقريبا واحد ربع حتى نص ساعه ترتاح مزيان، عاد كنرجع نخدم بها. صافي البنات هنا من بعد ما ارتاحت كيف ما قلت لكم، صافي غادي نجمعها بيدي هكذا ونخليها على جنب ترتاح، كذلك نرجعها ترتاح بعد ما رديتها ملسه هكذا كيف ما كتشوفوا. وغادي نخليها ترتاح ونقرصها قريصات بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا. صافي هنا عندي الزيت ديال المائده وعندي الزيت مخلط مع الزبده، وكذلك عندي السميده اللي غادي نورق بها هاد الملويات اللي درت فيها واحد المعلقه ونص كبيره ديال النشا، خلطتها مع السميده البنات هي اللي غادي نفرق بها هاد الملوي. صافي هنا غادي نبقى كنطلق في الاول بالزيت البنات، ما كنخدمش الزبده نهائيا حتى كنورق اولا نطلق هذا الملوي كيف ما كتشوفوا حتى يبدا يبان لي سطح العمل. تما كنعرف ان العجينه صافي راه رقاقت. كندير الزبده اللي مخلطه مع الزيت في الوسط، كندهن بها الوسط. كذلك هنا في هذه الجهه هذه حتى هي غادي ندير الزبده، وكنرش في الوسط كذلك السميده اللي خلطتها مع داك النشا. صافي بهذه الطريقه هذه كنخليهم هكذا. كندير هاد الملويات هكذا يكونوا صافي، وغادي نحطهم على جنب. صافي من بعد ما ساليت هادو هو الشكل ديالهم. صافي دابا غادي نخليهم ارتاحوا. بعد ما ارتاحوا كنمشي نشد الاولى البنات اللي كتكون ارتاحت مزيان والمقله كتكون عندي سخونه. صافي وكنبدا كنطلق هكذا بيدي الملوي ديالي وكنديرو فوق النار. كنخليه فقط كيتشمع شويه، ما كنخليهش يتحمر مزيان مزيان. وكنبدا كنقلب فيهم باش هكذا كيتورق لي وداك الورقات اللي لداخل كينعزلوا على بعضياتهم. شويه شويه كنقلب البنات، شويه شويه وكنقلب. صافي هذا هو الطريقه ديالهم. بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تعرفوا. غادي نزيد معكم شي وحيده اخرى وتشوفوا. كنحاول نوريكم كيف كيجيو من داخل ساعه، راه الصراحه سخونين ما تقدوش تحديهم ملي كيكونوا كيطيبوا. كيجيو كيف ما كتشوفوا مورقين من الداخل وخفافين البنات. الفيديو ديال اليوم وصلنا للنهايه ديالو. هذا هو الشكل النهائي ديال الملوي ديالنا كيف ما كتشوفوا. كيجيو رائعين البنات، خفافين، وكيف ما قلت لكم كيجيو مورقين مورقين. ها هما كنوريهم لكم وكنعاود انني نوريهم لكم. غزالين، جربوهم. طريقه جد سهله ما فيها لا تماره ولا قوه التدليك. عجبكم الفيديو ديالي كيف ما العاده ما تنسونيش من تعاليقكم المحفزه تشجيعا لي باش نقدم كل ما هو جديد معكم. واللي اول مره كيزور القناه نتاعي مرحبا والف مرحبا، على العين والراس. فعل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. بارطاجيو مع الاهل والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده على الجميع، والى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله.